قبل ما تمضي على إيصال أمانة لازم تشوف الفيديو ده. السلام عليكم، أنا محمود ضف الله، ودي قناتي قضايا مصرية بتكلم فيها عن قضايا شغلت بال ناس كتير. وفي الحقيقة أنا قصدت إن أنا أبدأ السلسلة دي عن قضايا الجنح، تحليل لكل قضية وتوعية وحل قانوني. والنهاردة هتكلم عن قضية شغلت بال ناس كتيرة، بل هي أكتر القضايا المنظورة أو المتداولة أمام المحاكم، وهي إيصالات الأمانة. ناس كتير بتمضي على إيصالات الأمانة وبتفكر إن الموضوع بسيط، لكنه في الحقيقة مش بسيط خالص، وممكن يكون سبب في دخولك للسجن. النهاردة أنا جاي أقول لك على 3 حاجات لازم تكون واخد بالك منهم قبل ما توقع على إيصال الأمانة. رقم 1، وانت قبل ما توقع على ايصال امانه لازم تشوف الطرف اللي انت متوقع له لازم يكون اسمه مكتوب ورقمه القومي. الحاجه الثانيه ان انت ما تمضيش على ايصال امانه على بياض، لازم تكون كاتب كل الخانات اللي فيه. الحاجه الثالثه انك ما تكتبش في ايصال الامانه او تمضي او توقع على ايصال الامانه وهو مكتوب ارقام فقط، لا، خلي ايصال الامانه يكون مكتوب ارقام ويكون مكتوب حروف، يعني بالعربي وبالحساب. طيب حضرتك لو وقعت او مضيت على ايصال امانه وانت ما استلمتش فلوس، وقعت على ايصال امانه كضمان، او ان انت رحت مكان عمل تستلم عهده فقال لك لازم تمضي على ايصال امانه، او رحت تشتغل في مكان معين فقال لك ان السيستم بتاعنا انك لازم تمضي على ايصال امانه، وانت ما استلمتش فلوس وما انتش مدين لحد، وممكن لا قدر الله يحصل خلاف في المستقبل فتلاقي نفسك متهم بجريمه خيانه الامانه. فانا النهارده جاي اقول لك على حل عملي لازم تعمله. أول حاجة والله حضرتك بتتوجه لمركز الشرطة أو الاسم اللي أنت تابع ليه، وبتروح تحرر محضر اسمه محضر إثبات حالة، بتقول فيه اللي حصل بالتفصيل. والله أنا ذهبت للمكان الفلاني علشان أشتغل عندهم، فاتفاجئت إن هم طلبوا مني إن أنا أحرر لهم إيصال أمانة، وترفق يعني لو عرفت إنك تصور صورة منه أو معاك فيديو أو معاك شهود تسمعهم على المحضر. ليه أنا بعمل كده؟ علشان لا قدر الله حصل بينا خلاف فيما بعد يكون معايا دليل أستند عليه قدام المحكمة إن أنا فعلا ما استلمتش فلوس والمحكمة تحكمني بالبراءة. فأنا لازم الخطوة دي مهمة جدا. أو إن أنا مثلا مدين لشخص ما بمبلغ مالي وليكن 50,000 جنيه، فالشخص ده خد مني الإيصال ده على بياض، فهو ممكن يكتب فيه مليون، ممكن يكتب فيه 500,000. فأنا والله ممكن أتوجه برضه لمركز الشرطة وأقول إن أنا حررت إيصال أمانة، وقعت على إيصال أمانة لشخص فلان الفلاني، للشخص اللي أنا حررت له إيصال الأمانة، وأقول إن أنا كنت مدين ليه بمبلغ 50,000 جنيه أو المبلغ اللي عليا، علشان فيما بعد لو تم إن هو اشتكاك بالمبلغ الأكتر إنك تقدر تثبت قدام المحكمة إنك مش مدين غير بمبلغ معين. وأنا في الحقيقة ليا يعني قصة حصلت معايا من أحد أهالينا الطيبين، إنه جالي المكتب واستنجد بيا وقال لي إن ابني اتمسك. فيعني ذهبت لمركز الشرطة لاستفسار الأمر، فوجئت إنه عليه حكم. وتاني يوم رجعنا للنيابة، وطبعا سألنا عن القضية واتفاجئت إن ابنه متهم بخيانة الأمانة ومحكوم عليه بسنتين. طبعا صورت القضية وبحثت فيها، وكنت قدام تحدي كبير جدا، لأن أنا قدامي إيصال أمانة ابنه فعلا موقع عليه، والإيصال ده بمبلغ 200,000 جنيه، وقدام قضية أحكم فيها غيابي بالحبس سنتين. فكان لازم يعني أبدأ في القضية في تحديات كبيرة. فطبعا عرفت إن السبب إنه من حوالي يعني سنتين ابنه كان بيشتغل سواق توك توك، وفي أحد الجيران أو أحد الأهالي المقيمين معاه في نفس القرية قال له إن هو يوصله مشوار. وطبعا لما وصله مشوار اتفاجئ إن هو التاني ده رايح معرض أجهزة كهربائية واشترى جهازا ما. وطبعا صاحب المعرض قال له والله إن أنت لازم تجيب لي إيه ضامن. فما كانتش عنده فرصة أكتر من الراجل السواق اللي هو الابن أحد أهالينا ده معاه، قال له مع بطريقة ما تعالى ابنه. وبعد كده اتفاجئ إن ابنه عليه قضية وهيدخل يتسجن. هو لا استلم فلوس
ولا يعرف ولا أي حاجة. فأنا طبعا ابتديت أشتغل في القضية، وفي الحقيقة إن أنا كنت في تحدي كبير علشان أثبت براءة المتهم ده، وأثبت إنه فعلا ما استلمش فلوس. في الفيديو الجاي هقول لك أنا عملت إيه، وفي الفيديو الجاي هقول لك برضو على 3 حاجات بيضعفوا إيصال الأمانة قدام المحكمة. خلي بالكم على نفسكم، حاول ما تمضيش إيصالات أمانة لأي حد مش مصدر ثقة، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. كان معكم محمود ضفر الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.